بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على فوائد القنارية أو الخرشوف. كلها واش تيسميها، كاين اللي تيسميها القنارية وكاين اللي تيسميها الخرشوف، وكذلك على فوائد القوق اللي هذا هو وقتهم الشتاء والربيع، اللي مهم جدا للوقاية من أمراض الكبد، وخصوصا الفيروسات اللي تصيب الكبد. وكذلك الخرشوف تيحتوي على الألياف بشكل كبير، والقيمة الغذائية ديال الخرشوف هي في المرورية ديالو. كتير من الناس تيسلقوه عاد تيخضروا به، ولكن غلط، لأن الفوائد ديالو كلها مشات مني تيتسلق. أضيف أنه فيه نسبة كبيرة من المغنيسيوم، ونسبة كذلك كبيرة من البوتاسيوم، ونسبة كبيرة من الفوسفور، ونسبة كبيرة من الفيتامين نات والأملاح المعدنية. وكذلك أنه فيه نسبة كبيرة من الألياف. وأضيف أيضا فهو مهم للأطفال من سن عامين الفوق، لذلك خصنا نولفوا نعطيوه للوليدات لأنه تيساعد على النمو. وقت القنارية تيبدا في أواخر شهر 1 أي يناير إلى نهاية مارس، يعني الشتاء وبداية الربيع. وكذلك فإنه مهم جدا لأصحاب الكوليسترول وأصحاب القبض، على حقاش أنه عامر بالألياف، الألياف المعدنية. وكذلك القوق بحال الخرشوف تيكون في الشتاء وفي بداية الربيع. خصنا نولفو ناكلو هذا، من هي فاكهة وخضرة وكل شيء. فالقوق والخرشوف يمكننا ناكلوه خضر ويمكننا ناكلوه طايب. مني تنكونو تنقيوه دغيا تيكحالو يدينا، وهذا دليل على أنه تيحتوي على مضادات الأكسدة بشكل كبير. داكشي باش تنستعملو الحامض أثناء التنقية، تنقيو الحامض ونديرو له، تنقيو القوق ونديرو له الحامض، وعاوتاني الخرشوف ونديرو له الحامض باش ما تيكحالش، على حقاش فيه نسبة كبيرة ديال المضادات الأكسدة. فالقوق وتيحتوي على الألياف المذابة والألياف الغير المذابة، داكشي باش إلا كليناه دغيا تينقلنا الأمعاء، خصوصا إلا كان عندنا القبض. فالقوق تيقينا من أمراض القلب والشرايين، خصوصا إلا كليناه خضر، لأن القوق عنده واحد المنفعة كبيرة إلا تكال خضر. خصنا نولفو ناكلوه خضر. وراه كاين الحامض تنقولوا لا غيكحلنا فمنا، يكحلنا يدينا، يكحلنا. كاين الحامض نحكو به فمنا، نحكو به يدينا، ولكن راه عنده واحد المنفعة كبيرة 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 بالنسبة لأمراض القلب والشرايين. وصلت النهاية، نتمنى نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. وإلا عجبكم الفيديو ديروا اللايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.